السلام عليكم عزيزاتي أعزائي المشاهدين. تتمة لسلسلة تاريخ المغرب، الدولة المرابطية، الحلقة الثالثة عن الأمازيغ، البطل الملك الصنهاجي المغربي يوسف بن تاشفين. قد تطرقنا في الحلقة السابقة أي الثانية عن تعريف له وعن أهم تنظيماته بالمغرب وغزواته لكل من الجزائر وتونس بشمال إفريقيا، ومن طنجة إلى نهر السنغال والنيجر عبر الصحراء جنوب المغرب. تجدون في أعلى الفيديو يسارا رابط الحلقة السابقة. حلقة اليوم فتتحدث عن جهاد يوسف بن تاشفين بالأندلس وضمها للدولة المرابطية. أولا نتحدث عن السياق التاريخي لهذا الحدث والنصر العظيم الذي يتمثل في اضمحلال الدولة الأموية بالأندلس منذ بداية القرن الخامس الهجري الموافق لل11 ميلادي، ثم السيطرة على طنجة مكان عبورا لإسبانيا، والسيطرة على سبتة، إضافة إلى إنجاد المعتمد بن عباد إلى يوسف بن التاشفين. في بداية الأمر كانت سلطة الدولة الأموية بالأندلس قد اضمحلت منذ بداية القرن الخامس هجري الموافق لل11 ميلادي، وتفككت البلاد إلى إمارات أطلق عليها اسم إمارات ملوك الطوائف. فسهلت هذه الوضعية على تدخل الممالك الإيبيرية المسيحية قشتالة وأراغون وكاتالانيا، حيث احتلت قوات قشتالة مدينة ثليطلة سنة 478 هجرية الموافق ل 1085 ميلادية. استنجد ملوك الطوائف بيوسف بن تاشفين الذي استفتى الفقهاء في هذا الشأن فأجازوا له الجهاد أندلس، فاجتازوا مضيق جبل طارق على رأس قوات مرابطية، وانضمت له قوات ممالك الطوائف من إشبيلية وغرناطة ومالقة وألميريا. وانتقلت القوات المسلمة المتكتلة نحو شمال الأندلس، حيث اصطدمت بالقوات المسيحية بالقرب من مدينة بدخوس الحالية في معركة الزلاقة سنة 479 هجرية 1086 ميلادية. إليكم نص تاريخي مقتطف من بيان المغرب مؤرخ ابن عداري، يقول فيه: ثم إن ابن تاشفين ومن معه قصدوا الزلاقة بإسبانيا يعني بالأندلس، فلما وافاها المسلمون نزلوا تجاه الفرنج بها، وخذل الفرنج وخالطتهم عساكر المسلمين واستحر القتل فيهم، فغنم المسلمون من أسلحته وخيله وأتاته ما ملأ أيديهم خيرا. يعني أن يوسف بن تاشفين لما تم استدعائه من طرف المعتمد ابن عباد للاستنجاد ولإنقاذهم من الهجومات الإيبيرية المسيحية، استطاع يوسف بن تاشفين وقواته المغربية أن ينتصروا على الفرنج وعلى المسيحيين الإيبيريين. وبالتالي فعلى إثر هذا الانتصار تسمى يوسف بن تاشفين باسم أمير المسلمين وناصر الدين، دون أن يدعي الخلافة لنفسه، بل احتفظ بعلاقات ودية مع الخليفة العباسي بالمشرق. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى إلى اجتياز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس. المرحلة الثانية تمثلت في أن المسيحيون عادوا لمناوشة الأطراف الشمالية الشرقية من الأندلس والهجوم على جزر البليار الحالية في سنة 1089 ميلادية، أي 3 سنوات بعدما انتصار المرابطين في معركة الزلاقة. اجتاز يوسف بن تاشفين المضيق من جديد، مضيق جبل طارق، حيث رد الهجمات المسيحية، لكنه لم يتمكن من إخضاع قلعة أليدو بسبب خيانة ملوك الطوائف الذين وجدوا أنهم قد تمادوا في حياة البذخ والترف، وبأنهم يتقلبون بين التحالف مع الممالك الإيبيرية المسيحية آونة والاستنجاد بالمرابطين آونة أخرى، وبكونهم يكرسون روح التفرقة بين المسلمين بسبب المنازعات والمشاحنات القائمة بينهم. لذا وفي سنة 1900 ميلادية انتقل يوسف بن تاشفين للأندلس للمرة الثالثة للقضاء على حكم ملوك الطوائف، فدخل إمارة غرناطة ومالقة وإشبيلية التي نفى أميرها المعتمد بن عباد إلى أغمات بالمغرب الأقصى. تتواجد
في نواحي مراكش. ثم والى يوسف بن تاشفين ضمه لباقي الإمارات الأندلسية ما بين 1090 ميلادية و 1094 ميلادية، فأحد جل بلاد الأندلس تحت سلطته.